اسمي مريم. تزوجت من شخص اعتقدت أنني أحبه، لكن مع الوقت أدركت أنه كان إعجاباً وليس حباً حقيقياً. تعرفت عليه في العمل، نفس الشركة لكن أقساماً مختلفة. قبل ذلك كنت مشغولة تماماً بدراستي، ولم أحلم أبداً بالزواج مثل باقي البنات. لكن كانت عندي عادة غريبة منذ الطفولة. كل ليلة قبل النوم كنت أشعر بشيء قوي جدا، ولم أتحدث عنه أبدا. كبرت وهذه المشاعر زادت. بعمر 20 ظننت أن كل بنت تمر بنفس الشيء. بعد سنوات اكتشفت أن هذا ليس صحيحا. أنهيت دراستي بعمر 25 سنة، وحصلت على شهادة جيدة ووظيفة مناسبة. بعد سنة من العمل، زميل مقرب اسمه طارق بدأ يهتم بي. كان لطيفاً وهادئاً، ويجعلني أشعر بالتميز، لكنني لم أرغب في خلط العمل بالحياة الشخصية، فتجاهلت الأمر. لكن في يوم من الأيام طلب مقابلة أهلي. جاء إلى المنزل، تحدث بأدب واحترام، وطلب يدي. أحبه والداي فوراً. هادئ، مهذب، كلامه جميل. لكني تعلمت أنه ليس كل من يبدو مثالياً هو كذلك. البعض يخفي حقيقته وراء الكلام المعسول. تمت خطبتنا، وخططنا للزفاف بعد عام، وتزوجنا. فارق السن بيننا كان 4 سنوات. في البداية تظاهر بأن المال لا يهمه، وقال إنه لن يلمس راتبي أبداً. لكنه سرعان ما بدأ يأخذ كل راتبي، ولا يترك لي سوى القليل. ثم أخذ ذهبي بحجة مشروع تجاري سيحسن حياتنا. وقعنا عقدين، نصف المحل باسمي ونصفه باسمه. وثقت به. كان ذلك خطأي الأول. الخطاف. ظننت أن الأسوأ قد انتهى، لكنه طلب مني شيئاً غريباً لدرجة أنه سيغير كل شيء. بعد 2 من الزواج حملت. قد تتساءلين لماذا انتظرت كل هذه المدة؟ الحقيقة أنني لم أشعر بالأمان معه أبداً. كنت خائفة من إنجاب طفل في علاقة غير مستقرة. لكن القدر خطط لشيء آخر. بعد خلاف كبير بقيت عند أهلي أسبوعين. حينها اكتشفت أنني حامل. عدت إليه على أمل أن تتغير الأمور. تظاهر بالسعادة، لكن تصرفاته قالت العكس. لا دفء، لا اهتمام. كان الحمل مرهقاً جداً. أعمل، أدير المنزل، وأهتم بنفسي. كل ذلك وحدي. لم يهتم براحتي أو صحتي. لم أشعر بالأمان، فقط خوف من عصبيته. ثم ولدت ابني يوسف. كان كالقمر. كلما ابتسم شعرت أنني أملك الدنيا كلها. قررت أن أتحمل أي شيء كي لا يكبر ابني بدون أب. حاولت التحدث مع طارق عن توفير المال لطفلنا. وافق، لكنه لم ينفذ شيئاً. المزيد من الخلافات والمزيد من الصمت. توقفت عن التحدث معه إلا للضرورة. ثم جاء اليوم الذي ذهبت فيه إلى المحل الذي كنا نملكه. supposedly. طلبت تصفية البضاعة. حينها اكتشفت الحقيقة. المحل كان إيجاراً وليس ملكاً. العقد الذي وقعته كان مزيفاً. تحطمت. عندما واجهته تجاهلني ببرود وقال: هذا هو الموجود. البضاعة كانت بالتقسيط، وادعى خسائر. لم أحصل على شيء، لا ذهبي ولا مالي ولا حتى الصدق. الخطاف. قررت أن ألتزم الصمت وأربي ابني وحدي، لكن زوجي كان لديه طلب أخير وصادم سيقلب عالمي رأساً على عقب. لبعض الوقت عشت كالظل في بيتي. ربيت يوسف وعملت، وأعطيت طارق راتبي فقط للحفاظ على الهدوء. لكنني توقفت عن إعطائه أي شيء إضافي، وهنا انفجرت مشاكلنا. أصبح بعيداً، بارداً، وغريباً. حياتنا الحميمية النادرة أصلاً أصبحت معدومة لأشهر. توقفت عن السؤال، توقفت عن الأمل. أردت فقط أن يشعر ابني بالطبيعية. كان يوسف في 2:30. بدأ يلاحظ التوتر. يسأل عن والده فيتفتت قلبي. لذا استسلمت مجدداً. قلت له: خذ راتبي.
لكن اترك ما يكفي لي وليوسف. فعل. أغلق المحل. لم يتبقى مال، لا شيء. كنت أعيش بالكاد. أعاني لكني أصمد. لم أستطع تخيل أن أكون سبباً في معاناة ابني أكثر. ثم في إحدى الأمسيات جاء طارق بطلب غريب. قال: عايزة تيجي معايا المطار؟ صديق طفولة راجع من السفر بعد سنين، لازم نستقبله سوا. سألته لي أنا بالذات. أعطاني إجابة محيرة: ما رأيك نغير الجو؟ حياة جديدة، دنيا جديدة، يمكن فيها خير كثير. لم أفهم لكني وافقت. أخذت يوسف وذهبنا. في المطار رأيت الصديق لأول مرة، اسمه كريم. لم يبدو في عمره إطلاقاً، ربما أواخر الثلاثينيات، لكنه رياضي، وسيم وأنيق. صافحني وقال: سمعت عنك كثيراً، ما كنت أتخيل إنك بهذا الجمال. صدمت لكني شكرته بأدب. ذهبنا إلى المنزل، طبخت الغداء وجلسنا جميعاً. كان ظريفاً، لطيفاً ودافئاً. شعرت بشيء لم أشعر به منذ سنين: الراحة. الخطاف. في تلك الليلة تركني زوجي وحدي معه، وما حدث بعد ذلك جعلني أشك في كل شيء. في الصباح التالي جهزت الفطور والغداء. كريم لا يزال عندنا. قال طارق إنه سيذهب لمشوار 5 دقائق ويعود. مضت ساعات، لم يعد. كنت غاضبة جدا، يتركني وحدي مع رجل غريب. لكن كريم كان محترما. تحدثنا طويلا. اعتذر عن تصرف طارق. شعرت أنني مرئية ومسموعة. لأول مرة منذ سنين شخص يكلمني بلطف، يشكرني على طبيخي، يلاحظ تعبي. كنت متعطشة للطف. بعد ذلك اليوم بدأ كريم يتصل بي. أحياناً يأتي لتناول الغداء. كلامه ناعم ومحترم، يضحكني. بدأت أشعر أنه ربما لا يزال هناك رجال طيبون في الدنيا. لكن في داخلي كنت خائفة. لم أعد أثق بسهولة. بعد ظهر أحد الأيام كنت أرتاح في البيت. سمعت باب الشقة يفتح. ظننت أنه طارق فلم أتحرك، لكنه كان كريم. صرخت. ركضت لأرتدي ملابسي وطالبت بمعرفة كيف دخل. بدا خجلاً. قال: أنا آسف جداً، زوجك طلب مني أعمل كده. هو أعطاني المفتاح من زمان، لكني لم أحضر أبداً لأني أحترمك. اليوم جئت لأقول لك الحقيقة. ثم فجر القنبلة. طارق أخذ مني مبلغاً كبيراً جداً. هو كان يكذب عليك، وهو متزوج بأخرى، وهو أعطاك لي كهدية. تجمدت. انهار عالمي. تابع: هو مش راجع تاني. أنا دفعت اليوم، لكن ليس بسبب أي صفقة، لأني أحببتك حقاً. أنت مختلفة تماماً عما وصفك به. أنا أحبك. الخطاف. طردته من البيت وانهارت. لكن بعد أيام وجدت نفسي أتصل به مجدداً، ثم طلب مني السؤال الذي ما زلت غير قادرة على إجابته. دخلت في حالة نفسية سيئة بعد ذلك. لم أستطع الأكل ولا النوم. يوسف يسأل عن والده باستمرار. لم يكن لدي إجابات. كريم اتصل بي عدة مرات. في البداية لم أرد. ثم في إحدى الليالي اتصلت به واعتذرت عن ردة فعلي. كان لطيفاً. سأل عني دائماً. ثم سأل: هل تقبلين أن تكوني زوجتي؟ هلعت. قلت: هل يمكن أن نؤجل الموضوع؟ بدا حزيناً، لكنه قال: كما تحبين. لو أردتني في حياتك ستجديني. مضت أشهر. اتصالاته قلت ثم توقفت. اشتقت له. ندمت على ترددي، لكني كنت مرعوبة من تكرار نفس الكابوس. كيف أثق مجدداً؟ كيف أدخل رجلاً آخر إلى حياة ابني؟ يوسف ما زال يسأل: فين بابا؟ ليس لدي جواب. الحياة أصبحت أصعب. وحيدة، مفلسة، منهكة عاطفياً. ظننت أفكر في كريم، دفئه، صدقه، لكني تذكرت كيف خدعت بسهولة من قبل. طارق بدا مثالياً في البداية أيضاً. ماذا لو كان كريم مثله؟ ماذا لو كنت أهرب من نار إلى نار أخرى؟ تحدثت مع صديقتي المقربة. قالت: ليس كل الرجال متشابهين، لكنك تحتاجين وقتاً، لا تستعجلي. لكن الوقت يمضي. يوسف يحتاج إلى استقرار،
وأنا بحاجة إلى حب أو على الأقل سلام. كنت ممزقة بين الأمل والخوف، كل ليلة أتساءل: هل أخاطر أم أبقى وحدي للأبد؟ الخطاف. ما زلت أقف عند مفترق الطرق. هل أوافق على الارتباط بكريم أم أحفظ نفسي من كسر قلب آخر؟ أحياناً أفكر في طارق، ليس بحب بل بعدم تصديق. كيف يمكن لشخص أن يكذب كل هذه المدة؟ كيف يبيعني كسلعة؟ ورغم ذلك لقد نجوت. لدي يوسف، هو سبب استمراري. لكن النجاة ليست حياة. أريد أن أشعر بالأمان. أريد أن أضحك بدون عقدة في بطني. أريد أن أثق بشخص مجدداً. كريم لم يضغط علي بعد أن طلبت وقتاً. هذا بحد ذاته يعني شيئاً، لكن صمته الآن يجعلني أتساءل: هل تخطى الأمر؟ هل كان حبه حقيقياً أم كنت مجرد قصة أخرى؟ ليس لدي إجابات. أعرف فقط أنني تعبت من الخوف. أحياناً أفكر أن أتصل به وأخبره أنني مستعدة، وأحياناً أخرى أتجمد متذكرة كيف دمرني طارق. ابني يستحق شخصاً يكون قدوة له، لكن ليس أي شخص. يستحق شخصاً حقيقياً، وأنا أستحق السلام وليس مجرد جسد دافئ بجواري. لم أقرر بعد. ربما أنتظر أكثر، ربما أقفز في المجهول. كل ما أعرفه هو أنني انتهيت من كوني ضحية. مهما اخترت سيكون من أجل يوسف ومن أجل المرأة التي أصيرها، وليس الفتاة الخائفة التي كنت عليها. إذا كنت مكاني، هل كنت ستفتحين قلبك مجدداً أم تغلقينه إلى الأبد؟